مساء الخير عليكم. كالعادة كل سنة موسم الامتحانات. كل سنة مفيش جديد، موسم الامتحانات ومشاكل وسلبيات موسم الامتحانات عادي، واللعب بمستقبل أولادنا واللعب بأذهان ونفسيات أولياء الأمور عادي، حتى بأوقات الناس. انتوا عارفين يعني ايه أسرة بتصرف على طالب أو طالبة أو اتنين أو تلاتة في المدارس؟ عقبال ما يوصل الامتحانات بتكون الأسرة دي وصلت عفوا وصلت لإيه؟ بتكون حرمت نفسها من إيه عشان تصرف على أولادها؟ من مصاريف بقى المدارس، للكتب، للدروس الخصوصية، للكتب الخصوصية، للي مش عارف إيه. عارفين الأسرة بتكون وصلت لفين؟ وصلت لغاية هنا. ويجي شوية عيال هواه في وزارة التربية والتعليم يلعبوا بمستقبل ولادنا تاني. هو أنت يا اللي بتحط الامتحانات ليه بتحط انك انت بتتحدى ذهن الطالب؟ انت مفترض تحط امتحان تختبر الطالب في المعلومه، تختبر الطالب في الفهم بس، لكن مش تتحدى ذهن الطالب. مش عامل نفسك واد فتك بقى وتتحدى ذهن الطالب. لازم احط له هنا مغرز واحط له هنا عقده واحط له هنا منط واحط له هنا نصيبه عشان اشوفه. هو هو الطالب لو هو وصل لفكر سعادتك الجهبذ والجهبذي ده ما كانش بقى طالب، ما كان بقى دكتور على طول. ما انت راجل جهبذي وراجل دكتور انت، ولا راجل علامه. فانت ليه حاطط ذهنك قصاد ذهنه وفكرك قصاد فكره؟ بتتحدى ذهن الطالب والتلميذ ليه؟ انت راجل بلغت من السن يا واضع الامتحان 30 40 50 سنه ولا 60 سنه، شيوخ الوزاره اللي مش عايزين يعتقونا في حالنا دول. طيب اللي حط امتحان العربي الثانيه لثالثه اعدادي حاطط اجمع كلمه الحياه. ما تجمعها انت يا حبيبي، اقول لك اديها الوزير بتاعك يجمعها. خلي الدكتور رضا حجازي وزير التعليم قول له اجمع كلمه الحياه. ما هي جمع كلمه الحياه؟ لو رضا حجازي عرف سقط العيال اللي ما حلتش. لو وزير التربيه والتعليم عرف جمع كلمه الحياه تاني، لو الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم سئل اجمع كلمه الحياه، الكلمه او السؤال اللي جه النهارده لثالثه اعدادي، وجاوب صح، سقط العيال اللي ما عرفتش تجاوب. اتحداك لو الوزير بتاعك عرف يجاوب. ايه ده؟ انتوا بتعقدوا الطلبه ليه؟ انتوا بتتحدوا الطلبه ليه؟ انتوا بتقرفوا اولياء الامور ليه؟ يا اخي ده احنا كفرانين والناس كفرانه لوحدها. ده الناس طلعان روح اللي خلفوها لوحدها. بلاش بقى تحصروهم كمان على اولادهم. يبقى خلي عندنا شويه كده من رحمه. لازم الفتاكه في وضع الامتحانات وتطلع العيال معيطه وتنكد على اولياء الامور. نيجي بقى للراجل اللي اتحول النهارده للتحقيق اهو. يعني الوزاره قالت ان هو راجل لا يرقى او ما ينفعش انه يوضع الامتحان. امتحان تانية ثانوي، الراجل اللي حط الامتحان النهارده الانجليزي حط قطعه ترجمه ملهاش علاقه بالماده خالص، ولا ليها علاقه بقدرات الطالب في تانية ثانوي، ولا من بعيد ولا من قريب. وحط قطعه تقريبا كله ما عرفش يحلها، لان هي بره المنهج وبره الموضوع وبره كل حاجه. نتج عنه ان تم تحويله للتحقيق. طب والولاد؟ هو يغور في 60 ده، تحول التحقيق، تحول القضاء، يتشنق. طب والولاد؟ ليه ما طلعش قرار مع تحويل التحقيق بتعويض الولاد درجات؟ وهل كل سنه نقع في نفس الحكايه دي؟ ما هو انتوا بتجيبوا لنا ناس معقده ليه؟ الله. وزاره التربيه والتعليم بتحط لنا وضع الامتحان بيكون من شروط وضع الامتحان يكونوا معقدين نفسيا، معاه شهاده انه معقد نفسيا. لازم يحط العيال متاريس ويحط العيال مسامير عشان العيال تمشي عليها تتعور. ايه الكلام الفاضي ده؟ وتقول لي تربيه وتعليم؟ تعليم ايه؟ ناهيك بقى عن تسريب الامتحانات وفضيحه تسريب الامتحانات في بعض المحافظات. يعني ما هو الامتحانات موسم الامتحانات يعني موسم البهدله للاسر وللطلبه والفضايح لوزاره التربيه والتعليم. ده العادي، احنا كل سنه كده، مفيش جديد. ما هو مفيش جديد. عارفين مفيش جديد ليه؟ لان هي القيادات. لان اصل لما كان الدكتور طارق شوقي وزير التعليم كان الدكتور ده حجازي النائب بتاعه. فاحنا لما قلنا طارق شوقي فشل فلازم نشيله
حطينا النائب بتاعه. طلعت انا ببرنامج الجورنالجي، لو انتوا فاكرين قلت ايه؟ قلت شالوا قلبه حطوا شاهين. يعني انت شلت رضا حجازي، شلت قصدي طارق شوقي عشان راجل فشل، تقوم تحط النائب بتاعه اللي كان مشترك معاه في الفشل دكتور رضا حجازي. احنا هو مش خلاف على شخصك يا دكتور رضا، خلاف على سياسات، على مستقبل ولادنا، خلاف على مستقبل التعليم. ما خلي بالك، بدون تعليم ما فيش بلد، بدون تعليم ما فيش تقدم. في اليابان اللي انتوا بتقولوا عليها كوكب اليابان الشقيق ده، اهم حاجه عندهم التعليم. اغلى راتب بيدفع الراتب مدرس او المعلم في اليابان. اغلى راتب، اغلى من القاضي ومن الصحفي ومن الدكتور، اي حد. راتب المعلم. يقول لك علمني وما تاكلنيش. احنا هنا بقى ما تاكلنيش وما تعلمنيش. دكتور رضا حجازي يعني هنقول لك ايه بس؟ طب ندخل على الاي جي، ندخل على الاي جي. الناس بقى اللي بتدفع فلوس بقى هنقول ان احنا اتكلمنا عليهم دول، الناس اللي هم الغلابه، اللي هم ايه، بيتعلموا في التعليم الحكومي. والله ما فيش حاجه اسمها حكومي، والله والله العظيم ثلاثه بيدفعوا اكتر من الاي جي، سواء من المصروفات المدرسيه بقت. يعني شوف التجريبي بكام دلوقتي والتجريبي المميز بكام في السنه، والكتب الخاصة بكام اللي اتقسمت على ترمين عشان شركات الطبع والنشر ياخدوا الكتاب مرتين، حقه مرتين. معرفش لمصلحة مين القرار ده. ما كانوا الكتاب مادة واحدة طول السنة، وبنيجي في نص السنة احنا بنقول هنخلص لغاية الفصل رقم 6 في نص السنة الأولاني، ولما نرجع من أجازة نص سنة بنكمل من 6 لغاية 12 في كتاب واحد. ولي الأمر كان بيدفع مرة واحدة، فجأة بقدرة قادر كده بقى الكتب بتاعت الترم الأول لوحدها وكتب الترم التاني لوحدها. طبعا عشان دار النشر تلم المليارات من جيوب الناس وتقلب جيوب والاسر تجوع. مين بقى اللي خد القرار ده؟ ما برضه وزاره التربيه والتعليم. ايه مصلحتها في القرار ده؟ هل مستقبل ولادنا؟ لا حاشا لله ولا قدر الله، ولا مصلحه اصحاب دور النشر؟ 5 6 اصحاب دور نشر في مصر هم اللي مسيطرين ومهيمنين وحاطين ايديهم في جيوب الناس بقالهم سنوات طويله ولا 30 سنه بيقلبوا في الناس. رغم ارتفاع الكتاب اللي وصل مثلا 5 7 اضعاف 10 اضعاف. يعني اسمع ان في كتاب ب 800 جنيه و 900 جنيه في الترم، الا انت يا سياده الوزير قسمت لهم لترمين عشان يبقوا كتابين في كل ماده، عشان اشتري مرتين من دار النشر بتاعتنا حبيبتنا. احنا لازم كلنا نموت عشان دار النشر. طب يا سياده الوزير ما كان هو كتاب واحد وانت بمزاجك اوضع الجدول في الترم الاولاني تخلصوا نص لغايه فصل 5 لغايه فصل 4 لغايه فصل 6 بمزاجك، وفي النص التاني بعد اجازه نص السنه بخلصوا لغايه 9 10 بمزاجك. لكن ما تسيبش الناس فرائص لاصحاب دور النشر وتعمل لهم الترمين، وانت نفسك تعمل الكتب نصين، تخلي الناس تقطع من قوتها ومن قوت عيالها عشان تدفع لاصحاب دور النشر حق الكتاب الخارجي مرتين. يا رب تراجع نفسك في اللي انا بقوله ده. يمكن نظره الرحمه لاولياء الامور اللي خلاص بتجد دلوقتي، ويا ريتهم كمان نافعه. يا ريت كل ده ونافعه يجي واحد جهبذ من جهابذ وزاره التربيه والتعليم اللي حاططهم دكتور رضا حجازي ويقول لك اجمع جمع او جاوب جمع الحياه. انا بقى عايز دكتور رضا حجازي يجاوب جمع الحياه. قول ايه هي جمع الحياه يا دكتور رضا، عشان طالب في سنه ثالثه اعدادي يعرف جمع الحياه. والجهبذ بتاع تانية ثانوي بتاع التربيه الانجليزيه او الماده الانجليزي حاطط قطعه ترانسليت او ترجم من كوكب تاني، جايبها من كوكب تاني يعني. طبعا حولتوا له التحقيق وما وصلتوش للطلبه اللي هتسقط، تدوهم مثلا تقولوا الحد الادنى، كله عدى الحد الادنى مثلا، يعني عشان حتى تروح اولياء الامور يبقى مرتاحين نفسيا، مش يبقوا في رعب. قرار كان يطلع مزدوج على طول، تحويل المتخلف ده للتحقيق واعفاء الطلبه او منح الطلبه الحد الادنى للنجاح. مش تسيب الطلبه تعيط وداخله امتحان تاني بكره، وتسيب اولياء الامور تتنكد. لا، وانتوا شغلتكم تنكدوا على الاسر المصريه واولياء الامور. حاجه غريبه جدا. خلي بالك الثانويه العامه جايه، احذر الثانويه العامه يا دكتور رضا حجازي.
انزل من مكتبك المكيف يا اخي مره وروح لجنه الامتحانات واقعد شوف، اشرب بنفسك، شوف امتحان الثانويه العامه ده رايح فين وجاي منين. مطلوب من وضيع الامتحان اختبار الطالب في المامه بالمعلومه، في المامه بالماده. مش مطلوب تعجيز الطالب او مطلوب ان انا اختبر ذكاء الطالب، لا. في مواد للذكاء، لكن في مواد العاميه كلها، كل المواد انا بختبر المام الطالب بالماده، بختبر يعني قدره الطالب على التعامل بهذه الماده. مش ان انا احط له يعني حواجز وانفاق ومداريس عشان ينط وينزل ويطلع واوقف ذهن الولد وعرقل ما بتحداش الطالب، انا بساعد الطالب. انسوا الفكره بتاعه تحدي واضع الامتحان لذهن الطالب، انت بتتحدى بذهنك ذهن طالب انت اكبر منه طبعا، خبره وتعليم وقدرات وموضوع وسن، بتتحدى ذهنه ليه؟ لا، حط الاسئله اللي انت تتاكد منها، او اللي يعبر هذه الاسئله او يحل هذه الاسئله يبقى ملم بالماده او يلم بالعلم ده. لان ببساطه شديده جدا لو جبنا الدكتور زويل رحمه الله عليه اللي هو عالم الكيمياء الكبير نوبل السلام وتحدينا ذهنه في اسئله ممكن يكون هو مش عارفها، هيسقط. يعني ممكن انا احط له اسئله، ممكن، ما هو طبعا عالم عنده ذخيره كبيره علميه فظيعه ومعلومات جباره، بس ممكن احط له حاجه كده سنه صغيره تعدي على دماغه اسقطه، وهو الدكتور سهيل. الموضوع مش كده خالص. لكن لما تيجي تقول الدكتور زويل المامه بالكيمياء، لا ده ممكن يكتب لك مجلدات. هو ده التعليم، هي دي الاختبارات، هي اوروبا بتعمل كده. اما احنا بقى عندنا شيوخ المهنه وشيوخ وزاره التربيه والتعليم، الصلاه على النبي عليهم، عالم معقده نفسيا من الاخر. قبل ما يحطوا الامتحانات المفروض نحطهم في مصحه نفسيه شهر ولا اتنين نأهبهم عشان يطلعوا يحطوا الامتحانات. لكن يطلعوا عقدهم على مين؟ على الطلبه الغلابه، وينكدوا على الاسر واولياء الامور عادي جدا. وهنا بقى تلاقي الدكتور رضا حجازي وزير التعليم والنواب بتوع فرحانين طبعا، احنا هنبص هنوريكم. انتوا يا جماعه انتوا جايين تعلموا الولاد وتيسروا الامور، مش تعقدوا الامور وتعقموا الولاد عقولهم، مش تعلموهم وتنوروها، لا. طيب، انا بحذر من التربيه والتعليم في الثانويه العامه، خلي بالك يا وزاره التربيه والتعليم ويا قيادات وزاره التربيه والتعليم، الثانويه العامه على الابواب، مش ناقصين. انا بقول لكش حط امتحان تافه ولا سهل ولا كلام من ده، لا. اختبر المعلومه في ذهن الطالب، لا تتحدى ذهن الطالب. فرق كبير قوي. طبعا انتوا اكيد ما تفهموش اللي انا بقوله ده، يعني شيوخ التربيه والتعليم وزاره التربيه والتعليم مش شايفه من اللي انا بقوله ده. اختبر المعلومه في ذهن الطالب ولا تتحدى ذهن الطالب، ده موضوع وده موضوع تاني. عارف اللي رايح شرم الشيخ واللي رايح اسكندريه، ده حاجه وده حاجه تاني، ولا انت هتفهمني لان كنتوا اصلا ناس معقده. نرجع للاي جي. اي جي بقى يا جماعه مشكله، يعني انا يعني كوميديا. عارفين اي جي كوميدي؟ دي ممكن نعمل لها قناه اي جي كوميدي. الولاد امتحنوا، خلصوا امتحان. اولا الاي جي هي بتيجي من كامبريدج، يعني نظام تعليم بريطاني، مناهجه كلها بتيجي من بريطانيا كل حاجه، لكن احنا لازم نفتكس، لازم نضيف. يعني الواد عندنا في الاي جي خلي بالكم يا جماعه بيمتحنوا او بيذاكروا او من ضمن المناهج بتاعتهم اللي مش موجوده في العالم كله، خلي بالكم، تاريخ وجغرافيا والعربي والدين، ده مش موجود في العالم. لكن في مصر في الاي جي في مصر بياخدوا المواد دي اضافيه من عندنا. لما انتوا بتضيفوا على الكامبريدج او بتضيفوا على التعليم البريطاني جايبينه ليه؟ ما تعلموا انتوا وتعملوا انتوا مناهج وخلاص. لما انتوا يعني بتضيفوا على التعليم البريطاني، معنى كلمه اضافه يعني انت بتجود عليه. لما انت بتجود عليه جايبه ليه؟ جايب النظام ده ليه اصلا؟ مستحدثه ليه؟ ده سؤال برضه لوزير التربيه والتعليم. طيب، الولاد امتحنوا العربي جريد 10، اللي هو يعتبر سنه جريد 10 يعني اولى ثانوي، كويس، اللي هو سنه 10 بيقولوا يعني. امتحنوا العربي. العربي انهي؟ اللي موضوع من سنوات عندنا. اتفاجئوا بان السيده ايمان صبري مديره التعليم الخاص مع الدكتور رضا حجازي بيطلعوا قرار
بعد كامبريدج في بريطانيا ما عرفت ان هي المفروض بيمتحن العربي، بيبقى ماده عربي بسيطه خفيفه، لان بريطانيا لا يعترفوا بالعربي، فبيعملوا لهم ماده خفيفه عشان في المنطقه العربيه او في البلدان العربيه يعني، مش عربي قواعد بقى النحويه والمجعلصه لا لا لا، من كامبريدج مش كده. فلما في كامبريدج عرفوا في بريطانيا قالوا لا، المناهج كده مش كده، المفروض المناهج تبقى مبسطه. الولاد امتحنوا عربي امبارح واول امبارح، تخيلوا مطلعين قرار النهارده التعليم ده بتبقى مناهجه كلها موحده في العالم كله، المناهج بتبقى خارجه من بريطانيا، من الكامبريدج، بتتوزع على العالم كله، كل المدارس اي جي في العالم بتدرس مناهج واحده. احنا طبعا ما ينفعناش الكلام ده، احنا عندنا عباقره وجهابذه، لازم نضيف ونعدل على المناهج اللي جايه من بريطانيا. فرحنا ضايفين لهم كده بالصلاه على النبي كده شروه كده، يدرسوا تاريخ وجغرافيا ويدرسوا عربي ودين. الدين طبعا اكيد لازم طبعا عشان نحافظ على ديانتنا، ولكن هم في كامبريدج او في الاي جي التعليم البريطاني عاملين حساب ان التعليم البريطاني في الدول الشرق الاوسطيه يدرسوا عربي مبسط جدا، حاجه خفيفه كده. اتفاجئوا الولاد انهم بعد ما امتحنوا امتحان العربي خلصوا امبارح واول امبارح، اللي هم جريد 10، اللي هم سنه اولى ثانوي، ان امتحان العربي ده الدكتور ده حجاز وزير التعليم، السيده ايمان صبري مدير التعليم الخاص، قرروا الغاء الامتحان واعاده الامتحان تاني بالامتحان اللي جاي من بريطانيا بتاع العربي اللي هو كام ورقه كده. طب والامتحان اللي العيال امتحنته، طب ما تعملوا القرار ده على السنه الجايه، الطلبه اللي هتدخل الجريد 10 السنه الجايه اللي هم في جريد 9 السنه دي وداخلين السنه الجايه جريد 10 مثلا، يبقى قرار منطقي. لكن تخلي العيال تعيد تاني وعلى كاهلهم تاني، طب ما هو داخلين امتحانات غير الامتحان العربي، هو بس هو ده اللي عندهم، وتربك اولياء الامور والاسر وتربك الطلبه تاني عشان انت غلط. يعني انت دلوقتي بتعاقب العيال بغلطك، بتصلح غلطك على حساب العيال، مش قادر افهم يعني. طب ومصير الناس اللي امتحنت قبل كده ايه؟ وفي ناس برضو امتحنت على نفس المناهج العربي دي. طبعا حالة من الهياج والاستفسار والسؤال بين الأسر اللي أولادهم في الأي جي وبين طلبة الأي جي مش فاهمين حاجة في أي حاجة. خلي بالكوا إن ده تأثير على نفسية الولاد اللي بيمتحنوا دلوقتي. بصراحة تحية لوزير التعليم والتعليم الخاص ده أمان صبري، اللي هم مش فاهمين حاجة عشان يبوظوا نفسيه الولاد بالشكل ده، اللي هم المفترض انهم بيمتحنوا، اللي هم المفترض ان احنا بنطبطب عليهم بنأهلهم عشان يقودوا الامتحان عشان يجيبوا نتائج كويسه، اللي هم مين بقى؟ صفوه الصفوه اللي اهاليهم دافعين فلوس كتير قوي، اللي هم بتوع الاي جي، طلبه الاي جي كامبريدج بريطانيا، اللي مدفوع فلوس قد كده، اولياء الامور كفرانين، في الاخر يحصل لاولادهم الكلام ده كله. وعادي جدا، ايه المشكله يا جماعه؟ ما هو لازم كلنا نضحي عشان سياده الوزير طبعا والحاشيه اللي حواليه. ايه انتوا زعلانين ليه؟ الله، هو انتوا هتساووا نفسكم بالوزير؟ الوزير هو بيفكر وهو عارف مصلحتكم اكتر منكم، عارف مصلحه ولادكم اكتر منكم، ده تفهموا احسن منه. شيء غريب قوي اولياء الامور دول والطلبه. شفت تعليقات كده جايه لي غريبه، مصير ولادنا ايه؟ وليه كده ولادنا نفسياتهم بقت في الارض؟ ايه الوزير عارف احسن منكم وعارف ده لمصلحتكم. تحياتي يا سياده الوزير.